ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شكرا يا احمد يا رحال. خلصت خلاص كده بجد، يعني مش عارفه اقول لك ايه. كلمه شكرا قليله. شكرا والله. ربنا يخليك. يا جماعه شايفين المكان جامد ازاي؟ يلا بقى تعالى المكان نشوف عشان اوريهم. الكلمه بتاعتنا جامد. شكرتكش في اليوتيوب، شكرتك بس في انستجرام. عايزه اقول لك شكرا 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 بجد يا جماعه. احمد يعني زي حاسه قضيت. شكرا ستي، كتر خيرك يا ست، تقرفناش بالموقع بجد. تسلم ايدك، الشقه تحفه. تسلمي يا احلام. هما لسه هيشوفوها بس بجد عايزه اقول لك ان انا هتعامل معاك تاني وتالت ورابع. انت جميله والله وتستاهلي. لا وكمان عمل لي ريكومنديشن للمطبخ. انتوا هتشوفوا دلوقتي الشقه كلها تحفه. تسلم ايدك يا احمد. تعجبهم بقى ممكن ان شاء الله في اللي جاي تبقى تعملي خصم حتى بقى. باذن الرحمن. تعملي حتى خصم 1%. ماشي 2%. ماشي. وبعد ادخل عربيتي في عربيتك. يلا مش هينفع. 50,000. ايه 50,000. انت عارف عربيتي بقت بكام؟ بقى هي عربيتك مش عربيتك انت. ايه عربيتك انت تفرق فيها حاجات كتير ناقصه. في عتب واقع وكل ما فيهاش حاجه ناقصه. تيجي نشوف يا جماعه عربيتي اهي ما فيهاش اي حاجه ناقصه اهي زي الفل. عربيتي بقى اللي قبل عربيتك بسنه ما فيهاش حاجه ناقصه. عروس الله اكبر. المهم ان انا عايزه اقول لك يا يوسف شكرا عشان انت السبب ان انا اخد الشقه دي. انت السبب ان انا اعرف مامتك والعربيه. انت هتذلني يا قد ولا انت هتذلني. هو ايه اللي والعربيه ده؟ اتكلم عن نفسي. هو السبب يا جماعه ان انا اشتري الشقه وان انا اشتري عربيه. هو السبب الصراحه. حد محترم جدا. يوسف مين؟ يوسف حط قلب على يوسف بيتكسف. يوسف هو شريكي ومساعد في الشغل والمدير وكل حاجه، ولسه كنا متخانقين فهو مكشر. فانا عشان في الجيش مبسوط. ايوه بس انا يعني بشكره. بصوا بجد يعني هغلط فيك بجد في الفيديو. بس احنا كنا متخانقين امبارح. هو يا جماعه بيخاف على العربيه اكتر مني، بيخاف على الشقه اكتر مني. فانا بعتذر لك عشان ما تتضايقش. انا اسفه مش اتخانقت معاه امبارح. قعدت اقول له ده رد مش حلو بس اوكي. اكتر مده في حياتي اقف فيها قدام كاميرا. والله بالتفاصيل جماعه. ده الدولاب ده اجدد حاجه جبتها، لسه جاي امبارح وتركب من عند ناس يعني اسمهم بيانكو. هوريه لكم. بصي افتحي كده يا ماما. بصوا احنا اللي مختارين الديزاين من جوه. يعني انا تقدري تحطي رف 2 3 4. بصوا كل اللي انت عايزاه هنا. اخترت ان انا احط مثلا لو يزن عنده حاجات طويله او كده على شماعه، وهنا ارفف. وده بقى كان رف جوكر. ليه بقى؟ احط فيه بطانيه، احط فيه حاجه. بصوا كمان لا جامد. الماتيريال تحفه طبعا. التسليم في نفس اليوم اللي انا اتفقت معاهم عليه. حلو جدا جدا جدا. بس عايزه هوريه لكم بوايد كاميرا عشان تشوفوه اكتر. انا هنا فتحت الوايد كاميرا عشان تشوفوه. طبعا هو مبين هو كبير قوي. هو كبير بس مش زي في الكاميرا. هو مطول في الكاميرا قوي. ماشي. النور قاطع طبعا في الشقه. لسه هكمل بس ايه قلت اوريكم كده. النور بيقطع هنا تقريبا من 5 ل6. بس عايزه اوريكم قد ايه اختياراتي ما بقتش مدمره حياتي. يا جماعه المطبخ تحفه. تعالوا كده نشوف. هو كده خلاص كل حاجه خلصت. بصوا الرخام. فكره الرخام دي جديده ان حد يعمل رخام فوق وتحت. هي الصراحه اقتراح احمد رحال يعني. البوتاجاز لسه ما ركبناش فيه اسمه ايه يا جماعه الشفاط ده. انا جبته ماشي. انا هقول لكم 3000 ونص. جامد. ما جربتوش بس بقول عليه جامد. هو جامد ان شاء الله يطلع جامد. ده المطبخ كله شكله حلو قوي. طبعا المطبخ ما كانش كده. المطبخ كان اصغر بس احنا فتحنا. تعالوا بقى اوريكم فتحنا ايه. سبوت اون ديتيلز بقى. بصوا حطينا كده. بصوا زي ما انتم شايفين في طبقتين رخام. لا مش طبقتين رخام، هي قطعتين رخام. جماعه ده يوسف انا متخانقه معاه. يوسف تعالى كده عشان انا مش بتكلم معاك. تعالى كده ما بهزرش. مش عايز تطلع في الكاميرا. تعالى كده. متخانقين ده بجد متخانقين. بصوا حلوه قوي قوي. دي غساله بيكو لسه جايباها الاطباق. هنا بقى عايزه اوريكم. بصوا دي قطعتين مضغوطين. يوسف اهو اللي متخانقه معاه. ماشي. جاري في الشقه اللي جنبي بس متخانقه معاه عادي جدا. لسه متخانقين دلوقتي وهكمل خناق بعد الفيديو. يا جماعه بصوا التجليده دي خطيره. وده المطبخ ده كده سبوت اون ديتيلز لطيف جدا جدا. وده الشفاط اللي قلت لكم لسه شارياه. والحركه دي عشان النيش قلتها لكم قبل كده. شايفين القمر اللي متكرمه من نون. لسه هكمل كل ده ديكور ولسه هنفرش كل ده حاجات بقى بدل النيش. بصوا الرخامه ما شاء الله كبيره. هي فكره لطيفه قوي. كانت فكره احمد رحال. بصوا من بعيد بقى. من بعيد كده بصوا خطيره. جماعه المطبخ كله عملناه شفناه 3 دي قبل ما يعني ما نشوفه في الحقيقه. والتجليد دي برضو جديده جدا وحلوه جدا. ماشي. بصوا بقى هنا الجزء ده
المفروض كنت هحط هنا كتب، بس بعد ما فكرت قلت لا، حاسه يبقى دوشه قوي في الصاله. حطي صورك، انت مش حاطه صورك كتير. انا زودي صور اكتر. بيتريق يا جماعه عشان انا حاطه صور ليا، بيتريق ده زودي- يوسف اللي زودي صور. بصوا الستاير. اصلا كان في واحد تحت بتاع المطابخ رحنا له طلع جامد بصراحه، اسمه يحيى شاطر قوي. وهنا يوسف بيتريق على صورتي عشان أنا حطاها. يوسف ربنا يهديه. باشمهندس احمد رحال، ازيك عامل ايه؟ تسلم ايدك. بصوا عبير كمان صاحبتي جابت لي المرايه دي هديه. ماشي، ازيك يا عبير عامله ايه؟ تسلمي ايدك على الهديه يا عبير، هديه جميله. وجبنا البورتريهات دي من عند شاهين جاليري، هم اصلا صحابي. ودي السفره كانت من ايكيا. ما تخافش انت مش طالع يا باشمهندس، كفايه كده بقى كفايه كده. خلاص. ايوه. بصوا جبت الديكورات دي من روز هاوس تقريبا في زايد، وجبت النتيجه دي. ودول بصوا، هو طبعا لسه في حاجات كتير ما كملتش، لسه هوريكم، استنوا تعالوا كده. بصوا برضو التويلت من الحاجات اللي بصوا احمد عامل حاجه يا امي. بصوا بقى، حاطالي الجردل، المفروض الحمام ده ما يكونش فيه كل التفاصيل دي. بصوا بقى المرايه دي كمان عبير جابتها لي هديه. بصوا هتتمسح طبعا وتتنضف. بصوا الحركات، حركات تكات جامد. احمد رحال جاب لي ده هديه، كتر خيره، قرر يهديني بشفاط قد كده. وبصوا قد كده اهو. والوحده دي برضو جبتها من عند بيانكو، خطيره خطيره. يا جماعه الفيديو ده كله مش اعلان قد ما انا بوريكم ستايل الشقه، عشان انا دافعه حق كل الحاجات دي. بصوا الحاجات دي كلها من عبد العزيز سلاب. لو نرجع كده بصوا هنا يا اختي الدنيا متبهدله قوي. بصوا لسه ما خلصتش، بس الدنيا متبهدله جدا. دي اوضه النوم والماستر او الكبيره يعني بتاعتي، ودي بتاعت يزن بس. وده مش بنتكلم بقى مع يوسف عشان نتخانق معاه. بصوا اصلا في الطبيعي الريسبشن يعني كان بيبدا من هناك، وكل مطبخ. فشوفوا تخيلوا بقى المطبخ كان هيبقى صغير قوي قوي قوي. بس كده. ودي الستاره. شقه سيمبل جدا وديكوراتها حلوه قوي وزي ما قلت لكم مش بس في انستجرام، كمان عايزه اقول لكم احمد كان معايا في كل الاختيارات. واحنا قدامنا وقت طويل عشان نفرش بقى المطبخ ونفرش بقى يعني استنوا عايزه اوريكم مثلا، تعالوا مع بعض كده نجرب حاجه بسيطه كده. كده احمد راح نخلص، خليكم معايا كده ثانيه. ماشي، بصوا الحاجه واحنا بنغلفها اصلا كنا حاطينها في البتاع ده عشان تبقى ايه. بصوا كده احمد راح خلص تصوير، فاحنا بقى نفرش براحتنا، نفرش بقى حركاتنا ومحتاجاتنا. صفاء هاتي يا هنا وتعالي. يا جماعه الموضوع كبير، قد يبدو ان هو حاجه سهله وبس، لسه قدامنا بتاع مثلا قد ايه يا ماما فرش؟ يومين فرش بجد، حوار يعني. الله يكون في عون اي حد بينقل او بيفرش. ماشي، الموضوع كبير. وكل حاجتي شقه يوسف زي ما انتم عارفين، شقه يوسف اللي انا ما بكلموش ده بجد. يعني انا بجد مش مصبرني عليك غير العشره الطيبه والله. اقفل الاغاني دي عشان حقوق النشر، اقفل الاغاني ربنا يهديك. مين اللي مشغل اغاني؟ انت ده يوسف اللي حارق دمي، اللي هكسر الصيني ده على دماغه. يوسف يا جماعه يوسف قلت لكم جاري صح؟ ساكن في الشقه اللي جنبي. عماله اقول له يا يوسف شيل عشان الجهاز، عشان تاسيس الكهرباء. يا يوسف ابدا ولا فاهم حاجه انت. ايه يا زوز يا مز يا جماعه زوزو جه. قولوا لي ايه رايكم في الشقه؟ ايه رايكم؟ حلوه، جميله، جامده، في كومنت، في حاجه ناقصه؟ يا زن هيعيط، الحقونا. يلا يا طنط صفصف. متخافيش انتي مش باينه خالص، انتي مش تباني على النت. انتي طنط صفاء يبقى عندها قناه وايه وهتنافسنا. دول عشان ما يكمكموش. بس كده هروح افرش بقى.